لازلنا هنا بمدينة قصر الكبير. السلطات لا زالت تقوم بمجهودات جبارة من أجل نقل جميع المواطنين الذين لا زالوا في هذه الأحياء المعنية بالإخلاء فورا. إذن هنا حضور السلطات بمختلف فلاوينها من أجل تقديم يد المساعدة بخصوص المواطنين ونقلهم خارج مدينة قصر. الحي الجديد أو حي زبيدة. إذن الحي الجديد أو حي زبيدة. إذن هنا السلطات كيدقوا على المواطنين داخل المنازل ديالهم من أجل عمليات الإخلاء. إذن السلطات كيدقوا على المواطنين اللي باقي داخل المنازل ديالهم باش يتأكدوا أن حتى شي واحد ما بقى داخل المنزل ديالو. إذن أمامكم القوات المساعدة، الحضور كذلك هنا الباشا والقياد. إذا الآن كيطلبوا من الجميع أنه يغادر المنزل ديالو بسرعة مع توفير حافلات للنقل ديالهم خارج مدينة القصر الكبير. إذا الآن حنا كنتواجدوا بحي زبيدة. دوار العسكر طلبوا منهم أن الإخلاء في الصباح. في الصباح تم الإخلاء ديال دوار العسكر. حنا الآن كنتواجدوا بالضبط بالحي الجديد أو حي زبيدة. إذا هذا هو الحي اللي حنا كنتواجدوا به، حي جديد مجموعة باء الزنقة 28 وجميع الأزقة. السلطات تقوم بطلب بتوفير النقل بشكل مجاني للمواطنين لمغادرة مدينة القصر الكبير. إذا هذه أحياء كانت آمنة. إذا هذه أحياء كانت آمنة بالأمس، كانت آمنة، اليوم لم تعد آمنة. الكل إذا كيف ما كتشوفوا كيدقوا على المنازل من أجل المغادرة. الآن مواطن كيستاجر يغادر المنزل. نشوفوا السلطات كيدخلوا في وسط المنزل باش يتاكدوا واش باقي شي واحد لداخله ولا لا، لان المساله ماشي سهله. الا تم اطلاق الافراغ ديال السد اكيد ربما الماء يوصل حتى لهاد البلاصه، فهما كيعملوا خدمه استباقيه. اذا الان السلطات لا زالت هنا بمدينه قصر الكبير. اذا دخلوا مع المنزل تاكدوا ان ما كاين حتى شي حد، فقط غير هو غادي يحاولوا ينقلوه ويديوه لمكان خاص باش ينقلوه بحافله. إذا تم إغلاق باب المنزل ديالو في هذه الأثناء. إذا غادي ينقلوه الآن، غادي يجمعوهم يحاولوا يديوهم منه. إذا ربما باقي منزل آخر يحاولوا يدخلوا عليهم في وسط المنزل. إذا كيطلبوا من الجميع أنه يهبط. إذا كيف ما كتشوفوا السلطات كيحاولوا ما أمكن يقتحموا المنازل باش يخرجوا المواطنين من داخل المنازل ديالو اللي باقيين مختبئين داخل المنازل ديالو. إذا العملية ماشي سهلة صراحة الله. إذا حنا في حي زبيدة أو الحي الجديد. هاد الناس هادو كاملين كيجمعوهم وكيديوهم. كاين الحافلات بالمجان غادي ينقلوهم بشكل مجاني. اذا حنا في الدخول ديالنا الان قبل قليل من مدينه قصر الكبير جبرنا باقي عشرات من الحافلات، كذلك غادرت قبل قليل العشرات من الحافلات نحو مدن اخرى. اذا السلطات لا زالت هنا في عين المكان كتاكد واش المواطنين باقي داخل المنازل ديالهم ولا لا. كيحاولوا اي واحد باقي داخل كيحاولوا انهم يخرجوه. كذلك وسائل النقل بشكل مجاني متوفره في مدينه قصر الكبير من اجل النقل ديالهم الى مدينه العرائش، كذلك الى مدينه طنجه. قبل قليل مخيم الغابه الدبلوماسيه تم استقبال عدد من المتضررين في مدينه طنجه، كذلك مدينه ازيله ومدينه العرائش. في الصباح كذلك مدينة فنيدق استقبلت عدد من المتضررين اللي تم النقل ديالهم من مركز الإيواء بحي دعاء. هنا السلطات لا زالت تسابق الزمن من أجل نقل جميع المواطنين هنا من حي جديد بالقصر الكبير.
اذا هذه الساكنه تم الاخبار ديالهم. اذا نسبه كبيره ديال المواطنين اللي تمكنوا انهم يغادروا، ولكن كاين اللي رفض انه يغادر وبقى داخل المنزل ديالو. الان السلطات كيقوموا بالمجهودات من اجل النقل ديالهم خارج مدينه القصر الكبير. اذا هاد الناس اللي كتشوفوا كاملين تم خبروهم في الصباح، وكاين اللي غادر، كاين اللي رفض انه يغادر وبقى هنا في المنزل ديالو. فالسلطات جاو موراهم باش يتاكدوا واش فعلا غادروا ولا لا، فعلا جبروا. كاين اللي باقي ما خرجش من المنزل ديالو، ها هما امامكم في هاد الشتا، في هاد البرد، في هاد الليل كيدوروا عليهم المنازل باش ينقلوهم خارج مدينه قصر كبير. اللي كيقول النقل ما كايناش، بالعكس النقل كاين في وسط امام البشويه ديال مدينه قصر كبير. خلينا عدد من الحافلات باقيين واقفين تما. اذا كيحاولوا يجمعوا واحد العدد، اللي ماشي العرايش كيجمعوا من العرايش، اللي ماشي طنجه كيديوهم من طنجه. اذا المجهودات لا زالت تبذل. ما نقولوش راه ما كايناش وسائل النقل بالمجان، لا كاين وسائل النقل موفرين. غير قبل قليل خليناهم في امام البشويه مدينه القصر كبير. اذا اعيد ان المنازل اللي في هذه الاحياء كامله المواطنين غادروا المنازل ديالهم، ولكن بقاو بعض الناس اللي ما غادروش. فهنا السلطات دخلت باش تحاول تخرجهم. لا قدر الله الا وصل الماء هنا فما غاديش يقدروا يرجعون عندهم ويخرجوهم، لان الله عطا الله عطا. فكيف ما كنقولوا هذا كان مكان امن، دابا ما بقاش امن. وكتشوفوا السلطات تبارك الله كيدوروا عليهم في هذه الاثناء باش يحاولوا يغادروا مدينه قصر كبير. اذا عدد كبير ديال الاسر اللي كيتواصلوا معنا ان الناس ديالهم ما بغاوش يخرجوا، كاين اللي مريض ما كيبغيش يخرج. راه مساله ماشي سهله، باش يخرج اخر المنزل ديالو راه صعيب بزاف، راه ماشي سهله. الله يحسن لهم، الله يكون معاهم. راه الصراحه والله ما سهله ولا سهله. انا متاكد ان داخل هذه المنازل كاين ناس اللي باقيين مخبعين ومختبئين، كيقول لك انا نبقى في المنزل ديالي وان شاء الله ما غيكون والو. راه ماشي سهله تمشي عند اخو المنزل. راه عدد من الناس كيتواصلوا معنا سواء في الصفحه ديال موقع طنجاوي ولا في الخاص، كيقولوا لنا انا راه باقي الاب ديالي في الدار ما بغاش يخرج، انا باقي الاخت، انا باقي هذه، انا باقي. كاين ناس من الخارج الدول، من اسبانيا فرنسا، كيتواصلوا معنا انهم كيقولوا لنا الحي الفلاني راه باقا فيه الاخت ديالنا ولا الاب ديالنا راه ما بغاوش يغادروا. راه صعيب انهم يغادروا، ولكن من مصلحتهم انهم يخرجوا. هادشي اللي كاين. طلبوا من الله خير، طلبوا من الله انه كلشي يدوز بخير. الشتا تبارك الله اكثر من ساعه ما وقفاتش هنا في مدينه قصر كبير بهاد القوه اللي كتشوفوا تبارك الله. الشتا يعني حنا كنقولوا الشتا رقيقه، هذه سبحان الله، هذه تبارك الله يعني كتمل الماء بزاف. يعني واحد كميه الماء ماشي بحال ديك الشتا غليظه كطيح الشتا صافي سبحان الله بحال اللي ما كتاثرش بزاف، عكس هاد الشتا اللي تبارك الله رقيقه اللي كطيح. فبسرعه تقدر تعمر السد بسرعه، يعني اي مكان بسرعه تقدر تعمره. اذا نسال الله السلامه للجميع طبعا. اذا الا لاحظتوا كاين اللي يقدر يقول لك لا علاش كيدخلوا عندهم ولا. راه كاين ناس كيتواصلوا معنا كيقولوا لنا ان الاب ديالنا ما بغاش يخرج، وكنتمناو من السلطه انهم يمشيو يفرعوا عليه الباب ويخرجوا. كاين ناس كيقولوا ان راه الاخت ديالي ما بغاتش تغادر المنزل، كنتمناو من سواء من القائد ولا من الامن ولا لانهم يمشيو للمنزل ويخرجوهم. كاين حاليا ناس كيتواصلوا معنا، واكيد غادي تشوفهم حتى في التعاليق كيقول لك انا الاخت ديالي في الحي الفلاني راه ما بغاتش تخرج. فاكيد ان السلطه غادي تعمل هذه الخدمه هذه، وغادي تحاول تقتحم المنزل باش تخرجوا من المنزل ديالهم من اجل السلامه ديالو تبدي. اللهم يتكرفص نهار يومين 3 ايام بشويه الشتاء، غادي يمشي لمكان اخر، غادي يمشي لفضاء اخر، وان شاء الله يرجع للمنزل ديالو هو في صحه جيده. ولا لا قدر الله هذا المكان تغمروا المياه وديك الساعه فازيه خويا فين يمشيو هذا لا حول ولا قوه الا بالله. اذا كنحاول ما امكن نشوف غير بعض التعليقات، فكتشوف شي تعليقات لا اله الا الله كيقول لك فين غادي يمشيو. راه كاين مراكز ديال الايواء، راه كيتم النقل ديالهم، واش هادشي فيه اللعب؟ زعما دابا السلطه زعما كتخرج الناس من المنازل ديالهم كتسيبهم الزنقه، راه كتخرجوا من هذا المكان وكتديوهم لمكان اخر قرب بشويه. كاين العشرات من الحافلات اللي من الحافلات اللي تابعه شركه اللي ماشي اي واحد كيقطع ويركب فيها، يعني اللي الثمن ديالها اصلا غالي وحنا كنعرفوا. كاينه شركات بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم اللي الحافلات ديالهم من الطراز عالي ومكلفه، ماشي غير اجي وسافر فيها. والان موفرين ديك حافلات اللي ماشي اي واحد كيركب فيهم، والان موفرين وكيتم النقل ديال جميع المواطنين والمتضررين للمدن الاخرى. فالله يجازيكم بالخير. بلا ما نبقاو نقولوا فين غادي يمشيو، راه كاين موفرين، راه كانوا مراكز الايواء اللي هنا كانوا دوزوا فيهم واحد المده ديال 3 ايام، تم النقل ديالهم اليوم للفنيدق، مركز الايواء في الفنيدق، كذلك من الاعمار ديال الفنيدق داوهم مدينه ازيله، كذلك من ازيله داوهم المدينه ديال العرائش، كذلك من المدينه ديال العرائش تم النقل ديالهم الان في هذه اللحظات تم النقل ديال عدد من المتضررين مدينه طنجه الغابه الدبلوماسيه، مخيم بالغابه الدبلوماسيه. واكيد غادي تكون شويه ديال المعاناه غير في البدايه بحكم انهم يلا وصلوا بالليل غادي يستقروا في المكان وهذه، ولكن ان شاء الله في الصباح كتبدا حياه اخرى، كيكون الفطور، كتكون الوجبه ديال الغداء ديال العشاء، والامور ان شاء الله بخير. واللي عنده العائله ديالو كيجي مول العائله ديالو كيديها. اذا هي مرحله وغادي تدوز، فعلاش حنا كنهولوا
ان شاء الله كلشي غادي يدوز، اللهم يدوز بالسلامه ولا تدوز لا قدر الله بالوفاه. هي الخسائر الماديه تعوض، ولكن الخسائر في الارواح هي التي لا تعوض، وهذا هو الصعب. اذا السلطات كيف ما كتشوفوا تمكنوا انهم يخرجوا واحد السيد اللي داخل المنزل، والان غادي ينقلوهم من وسط مدينه قصر كبير، من بعد غادي يوفروا لهم حافله للنقل بشكل مجاني خارج مدينه القصر الكبير. عدد كبير من الحافلات اللي غادروا مدينه قصر كبير، ماشي وحده وماشي جوج، بل المئات من الحافلات اللي غادروا مدينه قصر كبير. لا داعي ان شي حد يجي ويبخص هذه المجهودات الكبيره اللي كيقوموا بها السلطات، فترفع لهم القبعه كاملين بهم صراحه الله، كلشي خدام. بعيدا عن التصويره ولا راه حنا كنا غير دايزين بالصدفه فجبرنا هذه الخدمه هنايا، وقررنا اننا نوثقوا نقربوا لكم الصوره. يعني راه ماشي هادشي امام عدسه الكاميرا ولا راه نهائيا، هذه خدمه كتعمل 24 ساعه على 24 ساعه. اي حي دخل في المنطقه ديال الخطر كيتم الاخلاء ديالو. هذا الحي هذا الناس خرجوا، ولكن كاين اللي ما بغاش يغادر. السلطات جات دقات عليهم في المنازل ديالهم وحاولات تخرجهم بالقوه باش يغادروا. الان غادي نقلوهم مباشره لوسط مدينه قصر الكبير، من بعد غادي يتم النقل ديالهم بالحافلات لمراكز الايواء. اذا اعيد، هناك العديد من مراكز الايواء اللي تم النقل لهذ المتضررين. كنذكروا على سبيل المثال في نضاق. شكرا على بث الظروف. هذا هو الاشكال، كاين بزاف ديال المتتبعين لهذه الصفحه كيحاولوا يراسلونا على ان الاسر ديالهم ما بغاوش يخرجوا. فها انتم كتشوفوا، يعني كاين الناس اللي كيتمناو ان السلطات تجي وتخرج الاسر ديالهم من داخل المنزل، ولكن الغالب الله هما كيعملوا مجهودات ديالهم، كيحاولوا يدوروا عليهم اللي في جهدهم كيعملوه. بالدارجه كنتكلموا معكم كنوضحوا لكم شنو كاين كامل. اذا عدد من الساكنين، عدد من المواطنين قرروا انهم يغادروا مدينه قصر كبير، ولكن كاين اللي رفض انه يغادر، والان كتشوفوا السلطات كيدقوا عليهم في المنازل ديالهم. الان كيف ما كتشوفوا المواطنين اللي باقي ما غادروش مدينه قصر كبير، السلطات جاون عندهم كيحاولوا يطلبوا منهم انهم يغادروا باي طريقه غادي يغادروا. كلشي بخير، كلشي مزيان، كلشي مزيان. اذا امامكم السلطات الكل كيبذل المجهود. حنا دابا في 12 و10 دقائق ديال الليل، السلطات باقي واقفين، باقي مجندين. إذا أعيد مشاهدي موقع طنجاوي، خصوص المتتبعين اللي عاد التحقوا بنا في هذا البث المباشر. حنا كنتواجدوا في مدينة قصر كبير، حي زبيدة، كنتواجدوا بحي زبيدة أو الحي الجديد. السلطات هنا العمل باقي مستمر، الآن كيحاولوا يدوروا على المنازل اللي باقي ما غادروش المواطنين منهم باش ينقلوهم مباشرة خارج مدينة القصر الكبير. إذا هذا الحي الجديد، مجموعة باء الزنقة 8. إذا أمامكم هذا هو الحي اللي حنا متواجدين فيه، الحي الجديد مجموعة باء الزنقة 8. إذا كيف ما كتشوفوا الكل مجند الآن في هذه الساعة هذه منتصف الليل، كما قلنا تقريبا 12 و10 دقائق. إذا السلطات باقيين متواجدين هنا في حي الجديد أو حي زبيدة بوسط
مدينه قصر كبير. اذا بجانب هذا الحي كان حي دعاء، كذلك حي دوار العسكر اللي تم الاخلاء ديالو في الصباح. تم النقل ديال جميع المتضررين، او ما نقولوش متضررين ولكن جميع المواطنين اللي تما. كذلك مركز الايواء اللي كاين هنا في مدينه قصر كبير كان تم النقل ديالها خارج مدينه قصر كبير. قبل قليل تم نقل المواطنين اللي كانوا في هذو المتضررين اللي كانوا في جوج مدارس، مدرسه المحمديه كذلك هذه مدرسه جات في وسط مدينه قصر كبير. هذو تم النقل ديالهم مباشره لمدينه العرائش. كذلك كاين فاش عمروا المراكز اللي في مدينه العرائش والفنيدق تم النقل ديالهم مدينه ازيله. حتى مدينه ازيله مخيم، من بعد نقلوا مواطنين اخرين لمدينه طنجه بمخيم بالغابه الدبلوماسيه، او حنا اللي كنقولوا عليها الغابه ديال ميريكان. اذا الان في هذه الاثناء كاين مواطنين تم النقل ديالهم للغابه الدبلوماسيه بمدينه طنجه. اذا هذه هي اخر المستجدات. كذلك بالنسبه للمستجدات ديال السد، فالنسبه ديال الملء وصلت ل 141%. اذا هي نسبه غير مسبوقه تماما في تاريخ هذا السد هذا اللي هو سد واد المخازن. اكيد النسبه ديال الملء ارتفعت بشكل كبير. خويا شخصيه المساعده الحي. اذا دوار العسكر تم الاخلاء ديالو. هذا دوار العسكر هو اللي قرب حي دعاء، هو اللي كنتكلموا عليه. ولا شخصيه المساعده في ولد حميد. ولاد حميد السلطات كيدوروا فيها، ما يمكنش. رافقنا جمعيه قامت بمبادره انسانيه دارت ليله كامله وهي كتدور. كذلك السلطات الان كيدوروا تما، فكيفاش كيحتاج مساعده فهو خصو يغادر. يعني السلطات كيدوروا باش كلشي يغادر المنزل ديالو. كينسولك دور العسكر. بعض التعليقات كيديروا السلطات. البنيه التحتيه، واش اخر كتقول له السد عامر 141%، واخر كيقول لك البنيه التحتيه. كيفاش البنيه التحتيه؟ شنو البنيه التحتيه؟ هادشي اللي كيوقع في دول اللي عندها بنيه تحتيه هاربه بسنوات. هي على سبيل المثال اسبانيا تبارك الله البنيه التحتيه ديالها في المستوى العالي. شنو وقع فيها؟ اللي ضرب فيضان في فالنسيا، شنو وقع؟ شحال عدد الوفيات؟ الحمد لله باقا ما تسجلات حتى وفاه. واش البنيه التحتيه؟ واش في هذه الحاله هذه ما يمكنش نحاسبوا شي حد ونقولوا البنيه التحتيه. البنيه التحتيه كطيح حتى بواحد النسبه. كتقول السد عامر 141% واخر كيقول لك البنيه التحتيه. شنو البنيه التحتيه غادي تحمل النسبه ديال الماء واحد 141% في حاله اذا تم الافراغ ديال واحد النسبه؟ شنو البنيه التحتيه كنتكلموا عليها؟ هنا راه السد تبارك الله. واش كتعرف شنو هو السد ديال وادي المخازن؟ وادي المخازن راه ما كتوقفش حدا شي بنيه تحتيه. عمار 141%، الشتا باقي داخله غادي يفكروا انهم يطلقوا، راه ما كتبقى فيها لا بنيه تحتيه لا حتى شي حاجه. طبعا ما عندوش فين يمشي مرحبا شكون خلص يوصل لهذا المستوى. اذا كنحاول ما امكنش بعض التعليقات تفاعل معهم. ربما يكون شي تعليق كيحتاج شي مساعده، شكون خلى السد يوصل لهذا المستوى. الشتا تبارك الله اللي طاحت كيفاش ما بغيتش يوصل لهذا المستوى. كاين كذلك اللي كيقول واحد الفكره، نحاولوا نقربوا السياره، كيقول علاش ما يخويوش السد قبل ما طيح الشتا. الاولى ما طاحتش الشتا، حنا اصلا كنعانيو من الجفاف، كيفاش غنعملوا؟ الا كانوا خواو السد قبل ما طيح الشتا غنحاولوا دابا نرجعوا لعندهم. قبل ما طيح الشتا لا قدر الله وما طاحتش الشتا غنقولوا علاش خواو السد. مشكله خواو السد، علاش خواوه ما خواوهش كان خصهم يخويوه. صعيب. هاد الناس هادو هاد المسؤولين راه ماشي حنا غنفهموا احسن منهم، وما عارفين شنو كيعملوا. اذا نحاول نجيب السياره لان بقات بعيده، نحاولوا نقربوا. إذا بالنسبة للحي هو حي زبيدة أو حي الجديد، مجموعة باء رقم 8. إذا حنا في حي جديد. مع الأسف حنا ماشي مدينة قصر كبير. عدد من المتتبعين الموقع طنجاوي كيحاولوا يكتبوا لنا في التعاليق بعض أسماء الأحياء، كنعتذروا صراحة الله ما كنعرفوش هنا الدنيا بزاف قصر كبير.
الحمد لله السلطات كيقوموا بمجهودات كبيره ومجهودات جباره، كنشكروهم كاملين. كاين اللي يقول هذاك العمل ديالهم هذه تضحيه، لان ماشي سهله. كنشكروهم على المجهودات الكبيره اللي كيقوموا بها، انهم يجيو عند المواطنين حتى داخل المنازل ويطلبوا منهم انهم يخرجوا، راه ماشي سهله. هذا مجهود كبير كيقوموا به السلطات، اذا مشكورين على المجهودات اللي كيقوموا بها. بالنسبه لمتتبعي موقع طنجاوي، غنهيو هذا البث المباشر، كنعتذروا غنهيو هذا البث المباشر وغنتلاقاو في بث مباشر اخر ان شاء الله. اذا نتمنوا ان شاء الله كلشي يدوز بخير وعلى خير.